السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناه نور احمد بدوي، وان شاء الله النهارده هنتكلم على مواصفات الماعز البور، عشان لو انت رايح تشتري معزه بور او خليط بور تبقى عارف هتشتري المواصفات اللي انا هقول لك عليها دي، عشان محدش يضحك عليك في اي مواصفات ويقول لك المواصفات دي من اعلى مواصفات الماعز البور. بس لو هجين يعني جيل اول او تاني او تالت او رابع هيبقى فيه مواصفات الشامي، بس انا هقول لك تتجنب انهي مواصفات وتروح لانهي مواصفات احسن. حلو الكلام؟ اول حاجه انا بشتري مثلا بور جيل اول او تاني، وطبعا الجيل الاول اقل من الجيل الخامس، يعني الجيل الخامس اعلى نقاء من الجيل الاول ومن الجيل الثاني ومن الجيل الثالث. كل ما نقول جيل اول وجيل تاني يبقى انا كده بعلى بالمواصفات، يعني اعلاهم واغلاهم الجيل الخامس والسادس والسابع اعلى من الجيل الاول والجيل الثاني، عشان برضو الملحوظه دي في ناس مش عارفاها قوي. يبقى انا لما اقول لك جيل اول يبقى اقل حاجه في البور، بقول لك جيل خامس او سادس يبقى انا كده بتكلم على اعلى حاجه منها جيل البور. تمام؟ يبقى كده عرفنا اول ميزه. اول ميزه معايا بقى الشعرايه القصيره. اول حاجه ادور عليها الشعرايه القصيره مع الودن اللي ما تعديش البق، الودن اللي هي تيجي عند البق كده ما تعديش البق، تمام؟ عشان الشامي ودنه كبيره. تاني حاجه قلنا عليها الودن. تالت حاجه العين، العين تبقى صفرة مش بيضه. حلو الكلام؟ العين تبقى صفرة. يبقى كده الشعراء قصيره، كل ما يكون هو قصير بيبقى احسن مش طويل، يعني القصر في البور حلو، الشعرايه القصيره حلوه، العين البيضه، الودن ما تعديش البق. حلو الكلام؟ دي مواصفات الماعز البور. طبعا جانب الشعرايه اللي احنا قلنا عليها في الفيديو اللي فات لازم تكون بتلمع، لازم تكون بيضه وبتلمع مش منعكشه. حلو الكلام؟ المنعكشه دي بتدل ان هو مناعه ضعيفه، مش واخد التغذيه الكافيه، مش واخد المعادن بتاعته. زي المعزه الفرنسيه اللي قدامنا دي عشان بترضع طبعا تحس ان هي شعرتها مش مستحميه، عكس مثلا الجدي اللي هو لا مستحمي ولا مستحمي ونفس اللون، بس الجدي طبعا عشان واقف بياكل وبيشرب بس ما بيلقحش دلوقتي عشان ما شاء الله هم عشر، فطبعا هتلاقي صحته كويسه، عكس ما هي بترضع هتلاقيها مرهقه شويه. يعني لما جايب لك معزه زي الفرنساوي دي تعرف اللي هي مرهقه مش بصحتها الكافيه، لا اما لسه خارجه من الولاده وهتبقى مناعتها ضعيفه، لا اما بترضع مناعتها ضعيفه. يبقى انا ابعد عن الحاجه دي، عايز اعرف الحاجه صحتها حلوه ولا لا، يبقى رقم واحد من الشعره، لازم تكون الشعره مستفه وناعمه. حلو الكلام؟ وبتلمع كده نعرف ان هي صحتها ان شاء الله حلوه وما فيهاش اي مشاكل. بمسك طبعا الضر وبدوس عليه، لازم ينزل معاه لبن عشان اعرف الضر شغال. اهم حاجه عندي الضر بتاع المعزه، لو في مشاكل ده هيقابلني في الولاده. حلو الكلام؟ مكلكع ده عندها التهاب في الضر، ابعد عنها عشان يحصل لها حكايه الالتهاب دي، عشان كده مناعتها ضعيفه. او انت تعرف تعالج الالتهابات انت ممكن تجيبها، وانا هقول لك علاج الالتهابات في فيديو تاني برضه، عشان ده حصل معايا كذا مره في المزرعه والحمد لله عالجناه. يبقى كده في السريع عرفنا المواصفات اللي انا ممكن اشتري بيها الماعز البور. العين ابعد عن العين البيضاء واخد العين الصفراء، ابعد عن الودن الكبيره واخد الودن اللي هي ما تعديش البق. حلو الكلام؟ القصر احسن من الطول، لازم يكون في فخده. الخصيه برضه قلنا الخصيه بتاعته في كيس واحد مش في كيسين. واحاول اشتري برضو الجدي اللي قاصر جوز او اتنين، ابعد برضو عن الحاجه اللي لسه صغيره، عشان الحاجه لما تكون صغيره اذا كان الجدي بيبقى نسبه الخصوبه بتاعتها لسه قليله. تمام؟ فانا لما اخده قاصر اتنين او قاصر اربعه ده هيبقى عمره سنه وشهرين، سنه ونص بالكتير. يبقى انا كده برضو خدت السن المناسب. شكرا لحضرتك، لو استفدت بالفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، هيوصلك مني كل ما هو جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.